القارة القطبية الجنوبية في غاية الأهمية، لدرجة إن في محاولات كتير جدا من أكتر من دولة في العالم إنهم يثبتوا إنها بتاعتهم. لكن يا ترى القارة القطبية الجنوبية فعلا بتاعت مين؟ أهلا بيكم، أنا محمد عاطب. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. بتقع القارة القطبية الجنوبية في أقصى جنوب الكرة الأرضية، وبتقدر مساحتها بحوالي 14 مليون كيلومتر مربع. وعلشان تتخيل قد إيه الرقم ده كبير، فهي تقريبا قد مصر كلها 14 مرة. والقارة محاطة بالمية من كل اتجاه، وعليها سلوك بشكل كبير جدا، بل إن نسبة التلج فيها بتوصل ل 98% من إجمالي المساحة، ما عدا كده جزء صغير في الشمال. والتلج هناك سميك جدا لدرجة إن سمكه ممكن يوصل لكيلو ونص كاملين، بل إنه أحيانا في ظروف الشتاء بيوصل لأكتر من كده. وبتعتبر القارة القطبية هي أبرد مكان على الإطلاق على وجه الأرض، وأبرد درجة حرارة تم تسجيلها قبل كده كانت سنة 1983 في القارة القطبية الجنوبية، وكانت درجة الحرارة يومها 128.5 تحت الصفر. وبيعيش على القارة مجموعة من الحيوانات عددهم بيوصل لحوالي 235 نوع، فيهم مجموعة من الحيوانات الفقارية والحيوانات اللا فقارية، بالإضافة طبعا لأشهر الطيور